السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأفاضل أصدقائي الأكارم. اليوم يوم مفرح، الأسود تفترس اليابان وتتصدر المجموعة. ألف ألف مليون مبروك للشعب العراقي والاتحاد العراقي والجمهور العراقي على الانتصار التاريخي الكبير أمام منتخب شرس وعنيد. ألف مبروك، حقيقة كنا فرحانين. راح ندخل الأجواء المباراة. طبعا كاساس ألف تحية إليه ونصفق له ونقول له عافية عليك يا بطل، اللي طبعا التشكيلة حتى الشيطان ما يتوقع تبديده. بس أنا إذا سأل سؤال، يعني كنت بالي هذا السؤال، احنا بلعبة اندونيسيا دخل فرانس وبطرس و شو اسمه دخل ايمن بدال مهند. سألت نفسي قلت يعني فرانس وربين سولاقة ليش دخلهم؟ يعني جاني سؤال واحنا نلعب منتخب اندونيسيا ضعيف اللي انا قلت عليه نقدر نفوز عليه 6، وبالفعل كاساس لو رد كان يفوز 6 يفوز 6 على اندونيسيا. بس كل لعبة لها ظروفها ما راد يكشف كل اوراقه بلعبة اندونيسيا. وشفناه اليوم حقيقة 5 تغييرات واضحة. فرانس، ريبين، يوسف الأمين، يعني أكثر من لاعب. بعد عندك أحمد يحيى اللي طالبت إنه إن شاء الله بلعبة اليابان يلعب أساسي، وشفناه اليوم نجم المباراة. أنا بتصور الشخص نجم المباراة. ليش نجم المباراة؟ لأن أحمد يحيى قوة اليابان مينو وكوبو، يعني ذول الفوق شبه مهاجم، والوسط اثنينهم. اليوم أحمد يحيى تعاياي ضيعهم تيهم. حقيقة هذا المثلث ويا أمير العماري وعلي جاسم، هذا المثلث، ولعب مثلث ثاني فرانس وحسين علي وبايش، هذا المثلث. والعمق سدها صخرة المدافعين العراقيين، وعند ريبين وسعد. يعني حقيقة اليوم مباراة قتالية، تكتيك، تنظيم. كاساس ألف تحية لك. يعني حقيقة اليوم أداء فردي وجماعي. ذاك الأسبوع كنا نقول شفنا الأداء الفردي، نتمنى الأداء الجماعي. اليوم حققنا الأداء الجماعي وانتصار بكل استحقاق. شوية نجي على المباراة. طبعا منتخبنا 4-3-2-1 لعب، بس هي الحقيقة 4-5-1، بس الإشباهية الساند وتعتمد على الكرات الطويلة. مثل ما شفنا الهدف مال منتخبنا الأول، كرة طويلة أيمن براسه، علي جاسم توغل للداخل، عرضها الجولش الياباني بعدها بالغلط. طبعا هذا الحارس الياباني عليه مشاكل هواية وخلاها براسه. حتى طريقة اللي تشوفوها انه الكرة سهلة، الكرة مو سهلة، بس ايمن حسين ملعبها براسه بردة فعل قوية، فالكرة سجلنا من عندها. الف تحية الايمن. طبعا كنا انتقدناه، جمهور العراق انتقده، بس نقول له عافية عليك. احنا ما نريد المهاجم شغلته يعني يتمركز صحيح ويهدف. اليوم ايمن متمركز صحيح وهدف الرجال، والمدافع يتمركز وتكون عنده قراءة للخصم وين يتحرك فحقيقة اليوم منتخبنا سواء بالدفاع او الهجوم واقفين صح، تركيز عالي. ما عدا هاي طبعا مثل جلال حسن. انا بس اريد اقول لك شغله، انت بطل وحارس منتخبنا، بس شو كنت بطل هاي الثقل مالتك؟ يعني بمنطقه الخمسه وكره الزاويه، يعني ما تعرف توقف هيك وتتمركز صحيح وتطلعها وتضربها بوكس. يعني هذا الثقل مالتك. تدري كم جول صارت نفس اللقطه احنا ونعاني؟ وعلي عدنان نفس الحاله، هم بده يتحسن. يعني انت لعبت متاخر وليبرو ثالث وهم تخطئ، وكره عباك منطق، يعني ما اعرف، يعني عباك منطق صاروخ مو كرة قدم هيك تخاف تنفجر عليك. شبيك؟ العب، خرج كرة، اطلع. يعني ما اعرف، يعني اليوم ردنا نتعادل ويا اليابان بسببهم. يعني جلال هذا خطأ ساذج، وعلي عدنان يعني رغم انه ما خطأ هو، طبعا ما يخطأ هو اذا احنا ساتر خالين بالمدافعين. 5 مدافعين، 4 ارتكاز، ويعني اللهم صل على النبي محمد وعلى ال محمد. يعني احنا رسول الله اليوم ما اعرف المدافعين. المهم مع ذلك احنا مو معناها انه دافعنا معناته انه احنا ما هاجمنا، لا هاجمنا. اللعبات تلعب على تفاصيل صغيره. يعني اليوم انت مو 90 دقيقه، هاي طبعا الحكم السعودي طبيعي دقيقه، ما اعرف شنو شغلته اليوم الحكم السعودي، يعني 8 دقائق ما اعرف. هو اتلتيكو مدريد ريال مدريد، اتلتيكو بوكسات ودفرات وهذا طيب دقيقتين، انت شنو انطيت 8؟ ما اعرف. يعني على العموم اداء عالي، تنظيم، روح قتاليه عاليه. منتخبنا هجوم ودفاع متمركزين صحيح. احمد يحيى البطل اللي طلبت به نجم المباراه، قضى على خطوره اليابان عن طريق كوبو ومينامينو، هاي الجهه المثلث، هذا مثلث علي جاسم، امير العماري، احمد يحيى، هذا المثلث. والمثلث الثاني اللي هو ابراهيم بايش اللي طلبته ارتكاز ثاني، وحسين علي. وحقيقه فرانس واداء ولا اروع. منتخبنا اليوم حقق نتيجه تاريخيه، ان شاء الله تكون
الله بداية البطولة. يعني سؤال: هل المنتخب العراقي بعد هذا الفوز سيتحصل على اللقب أم هي مباراة فقط للتاريخ؟ يعني هي دائما وجهة نظري البطل يولد في داخل البطولة. المنتخب العراقي ظهر بهاي المباراة، إن شاء الله بطل، بس ما نستعجل. يعني لكل مباراة ظروفها، منتخبات أيضا قوية، ممكن إنه اليابان تعيد نفسها وتصعد نهائي، ممكن يعني. بس أنا كعراقي ما خاف. دائما أقول أنا اللاعب العراقي متى توفرت الظروف المناسبة والفئات العمرية بشكل صحيح والمواهب الحقيقية والاتحاد والدعم واحتراف على مستوى عالي، اللاعب العراقي يكتسح آسيا. ليش؟ اللاعب العراقي يمتلك الموهبة بالفطرة واللياقة البدنية، الروح القتالية العالية والقوة البدنية الجسمانية. هسه شوف مثلا الخليج مهارات بس ما عندهم قوة بدنية، شرق آسيا السرعات، سرعة الانتقال والاحتراف، بس ما عندهم القوة البدنية. عندك أوزبكستان وإيران اللي قريبين على البنية الجسمانية العراقي، بس مهارتهم مو مثل اللاعب العراقي. اللاعب العراقي أكثر. يعني حقيقة المنتخب العراقي يمتلك المهارة والقوة البدنية، بس ايش وقت يتحصل على البطولات؟ من يلقى دعم، من يلقى تنظيم صحيح، من يشوفون المدرب على مستوى عالي، مثل ما عدنان درجان مبارك له ونقول له بارك الله بيك على استقطابك لهذا المدرب الرائع المحلل حقيقة، اللي هو مساعد أنريكي ومدرب إلى باع ومحلل على مستوى عالي. فمدرب على مستوى عالي قرأ المباراة بشكل صحيح، استحقينا الانتصار وبجدارة. اليوم مفاتيح القوة المنتخب اليابان ضاعت نهائيا. أخطاء فردية بعض اللاعبين وأنا ذكرتهم: جلال، علي عدنان، يعني اكو كرة هم يعني بالراس يمكن سعد لو قريبين واحد منهم رجعها، هذول اليابان يقولون. يعني زي التحسين بعد لاعب شاب، لانه هو من نزلهم. انا اول مره اشوف منتخب يلعب 4 ليبرو اساسي، اليوم 4 لعبهم. يعني جزء اصابه حسين علي، لان حسين علي من طلع ميرخاس ملعب ذيك الجهه كارثه. هذول اليابان يقولون عليه بدي جهه اليمنى، لان اليسرى اعذرني احمد يحيى تعاياي قافلهم. ماكو اليوم، يعني ماكو ولا هجمه المنتخب الياباني. بس السرعات منتخب اليابان منتخب مو سهل. مصنف 17 على العالم، صار لنا 42 سنه ما غالبين 12 لعبه متتاليه يفوزون، مقولين 49 جول. يا منتخب يزموا 4-5 كاس العالم، غلبوا اسبانيا والمانيا. واليوم الكره ذكرتني بهدف اليابان على المانيا، تجاوزت كامل، ما تجاوزت كامل المحيطين، مثل جول اليوم مالتنا هم ما تجاوزت الكره كامل المحيطين. جول احمد يحيى اللي هو نجم المباراه. ليش نجم المباراه؟ دفاعيا على مستوى عالي، وهجوميا هو اللي الهدف الثاني اتصور انه انطى المعنويات اكثر منتخبنا، وصعوبه المنتخب الياباني يرجع للمباراه. حقيقه هذا اللاعب اللي كنت انا راهن عليه، انا شفته بالبطوله العربيه قدم مستوى لا اروع. لاعبين على مستوى عالي ما قدروا يتخطوا. لاعب اتمنى انه يستمر على عطائه. لاعب عصري، يعني شبه عصري، يدافع ويهاجم، تك على شبه، يعني لاعب كل المواصف، يدخل للداخل، عنده امكانيات هائله. انا فضلت على ميرخاس لان اكثر قوه وتحرك وتمركز. يعني حقيقه اللاعب هذا ان شاء الله يكون له مستقبل. المنتخب العراقي اليوم كافراد اداء جماعي، تطالب بالاداء الجماعي. الاداء الفردي شفناه باللعبه الاولى، اليوم شفنا الاداء الجماعي والاداء الفردي. ان شاء الله منتخبنا بمرور المباريات يقدم بطوله افضل ومباريات اقوى، وعندنا الامكانيه. اليوم انا بوجود كاساس وتوسيع القاعده، سواء شباهيه سواء عمق، اي مدافع وماكو لاعب ضامن مركزه، اي لاعب يقدم هو مكانه بالمنتخب. ان شاء الله بمرور الوقت، يعني ان مباراه بايه يعني منتخبنا يعني من مباراه لمباراه يتحسن مستواه، وان شاء الله ليش لا ناخذ البطوله. مو صعبه. انا قلت انا متفائل، يعني نحقق نتيجه ايجابيه امام اليابان. بالفعل حققنا نتيجه ايجابيه وانتصرنا على المنتخب المرشح الاول في اسيا. والمنتخب الياباني اليوم مو مرشح الاول باسيا، لا، من ضمن المنتخبات الاولى بالعالم، 17 على العالم. منتخب اللي حتى بال 2018 من طلع ويا بلجيكا بالدور 16 بكاس العالم بالكرات الطويله. هاي مشكله المنتخب الياباني. المنتخب الياباني قصار القامه، شرق اسيا اغلبهم، فيعانون من الكرات الطويله. واليوم الحمد لله والشكر استغليناها، والف مبروك لشعبنا هذا الانتصار يا رب. وان شاء الله بمباريات القادمه نشوف منتخبنا يتحسن افضل وافضل. تحياتي لكم، في امان الله ورعايته.